الهوية المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل. يعني إيه هوية مصرية؟ رغم إن السؤال شكله بسيط، إنما بصة واحدة على عناوين الكتب اللي صدرت في 100 سنة اللي فاتت أو مناهج المدارس عن نفس المادة هتبين إن الإجابة مش بسيطة، لأن مفيش ولا عنوان واحد بيديك إجابة مباشرة عن السؤال، ولأن في نفس المادة برضو كان المصريين خلطين الهويات الجينية والدينية والجغرافية وبين الهوية الوطنية. الهوية الوطنية وظيفة أساسية مش هواية احتياطية. لما نقف قدام معنى الهوية بنجد نفسنا أمام كلمة بتحتوي على مزيج من الخصائص والطبقات اللي بيتقاسمها الأفراد، ولوحدها الظروف هي اللي بتفرض أولوية طبقة عن التانية، وعلى أساسها يمكن التمييز بين شخص وآخر. ومش كده بس، لكن بيغوص في داخلها مجموعة من الانتماءات اللي بيميل ليها الفرد، وبتتحدد من خلال سلوكياته وإدراكه لنفسه، وبتتأثر الهوية بعدة خصائص ما بيختارهاش الفرد بنفسه، زي العرق والطبقة الاجتماعية والاقتصادية والآراء السياسية والمواقف الأخلاقية، وبالطبع المعتقدات الدينية. لكن السؤال هنا إزاي يقدر الشخص يعرف هويته؟ الشعب اللي حكومته ما بتهتمش بتدريس الهوية الوطنية بجدية والتزام بتسيب فراغ أكيد هيتملي بأي هوية تانية. وده اللي حصل معانا لما الهويات الدينية والرياضية والجغرافية اقتحموا فراغ الهوية الوطنية. بتزيد معرفة الشخص بهويته من خلال فهمه لذاته واحترامها في المقام الأول، والوعي الجيد إن هوية الفرد ليست أمرا مسلما به، لكن بتتغير وتتطور مع الزمن. وبده بتتحول فهم موضوع الهوية إلى قضية فلسفية ومنطقية، وطورها علماء النفس وأكدوا إنها ما بتقتصرش على كونها فردية، لكن هي قضية جماعية واجتماعية بتتوسع لتشمل الاختلافات والشعور بالانتماء بين الأشخاص في المجتمع. هوية مصر في أبعادها الزمنية. مصر هي القاسم المشترك الأعظم في كل كتب التاريخ. مش هتلاقي كتاب بيستعرض أي حقبة تاريخية ما بيذكرش مصر مرارا وكثيرا بين صفحاته. هي دايما مؤثرة ومتأثرة، وعلى مدار العصور مرت مصر بتغييرات عديدة تركت أثرا لا يمكن محوه بسهولة بعد كل مرحلة، سواء إن استمرت فترة أو امتدت قرون. وتراكمت هذه الآثار فوق بعضها وتطورت بتطور من سكنها وعاش فيها. هنجد إن هوية مصر اتشكلت بالأساس من الصراعات والمراحل التاريخية اللي عاشتها، والأساليب العديدة اللي اتحكمت بيها، واللي على أثرها ازدهرت الحضارات المتراكمة والصناعات واللغات والديانات. وعلشان كده بتحاول مصر جاهدة إنها تحافظ على شكلها القديم، وإنها تظهر للعالم إن التاريخ قد جعلها تمر بكل هذه المراحل وهي صامدة بين كل ذلك. بتمزج لوحة فريدة للمصريين حتى يستمدوا بقائهم من حكايات التاريخ ومن الحضارات المختلفة اللي مرت عليها مصر. فكان أقدمها المصري القديم بما يسمى الفرعونية. مفيش مصري إلا وبيعتز بانتمائه للحضارة المصرية القديمة، وإن أجداده من المصريين القدماء واللي تركوا ليه تراثا إنسانيا فريدا من نوعه. فهم اللي شيدوا أول دولة وحكومة مركزية في التاريخ، بدءا من عصر الدولة العتيقة مرورا بالدولة القديمة أو حقبة بناء الأهرامات. والحضارة دي هي الركيزة الثقافية اللي بيقف عليها أي مصري بصرف النظر عن أي انتماءات أخرى، وهو أحد أسرار التمسك الوطني اللي بيعيشه شعب مصر. أما بقى عن باقي الأحقاب التاريخية اللي ما بعد الحقبة المصرية القديمة طويلة الأمد، كانت الحقبة اليونانية والرومانية، وهي في واقع الأمر حقبتين قصيرتين تداخلوا في مرحلة انتقالية مهمة فصلت بين المرحلة المصرية القديمة وحقبة الأديان السماوية ما بين المسيحية القبطية والإسلام. وبيعتز المصريين بهذه الحقبة اللي نقلت العقل الأوروبي إلى مصر، وكمان العكس اللي اعترف اليونانيين أنفسهم بفضل حضارات الشرق عليهم،
وبيفتخر كثير منهم ممن وضع أسس العلوم اليونانية إن هم درسوا سنوات عديدة في مصر، وإن الاندماج ده جعل العلوم والفنون والفكر بينصهروا في بوتقة الإنسانية والحضارة الجديدة. هتيجي بعدها الحقبة القبطية اللي تداخلت مع الحقبة اللي قبلها وبعدها لتستمر المسيحية القبطية مؤثرة في التركيبة المصرية لغاية الآن، حتى بعد دخول العرب مصر عام 641 ميلاديا. واستمرت اللغة القبطية كلغة شعبية سائدة مشاركة اللغة العربية طوال قرنين التاسع والعاشر. وأخيرا حقبة الحضارة الإسلامية، واللي كان لمصر إسهاماتها في الحضارة والفكر والفقه الإسلامي، وهي بتتميز في إسلامها بخصائص فريدة. وما ننساش إنها مرت في الحقبة دي بعدد من الفترات، شهدت عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي اللي أصبح فيه الإسلام خلافة وإمبراطورية مع بعض، وبعدها عصر العباسيين وصولا للحرب الصليبية اللي انحاز فيها الأقباط إلى المسلمين في مصر لغاية الحقبة العثمانية. وبكده تفاعلت هذه الطبقات الحضارية مع بعضها البعض، وتمكنت مصر من استيعابها جميعا، وشكلت منها هويتها اللي أضافت على كل طبقة حضارية منها سمة من سماتها الخاصة. ولو صح القول فإن مصر قد قامت بتمصير كل الحضارات اللي عاشت معها وعاشتها، لتصبح كل حضارة تحمل سمة مصرية خالصة. فعلى سبيل المثال لما اعتنقت مصر الديانة المسيحية وكانت تحت الاحتلال الروماني وقتها، اتحدد بده الإمبراطورية الرومانية بعظمتها، ونجحت في نهاية الأمر في تحويل روما نفسها إلى المسيحية، ليعترف الإمبراطور بالمسيحية وبيعتبرها الديانة الرسمية للإمبراطورية. ومن مصر خرجت الرهبنة إلى العالم، وساهمت مصر في الفكر اللاهوتي المسيحي، بل وشهدت مصر على خلاف بين بابا الإسكندرية مع روما حول قضايا لاهوتية أدى إلى الانشقاق الأكبر في تاريخ المسيحية ما بين النهج المصري الملتزم الأرثوذكسي وبين منهج روما الكاثوليكي. والأمر نفسه انطبق على مصر لما اعتنق غالبية شعبها الإسلام، فنشأ على أرضها الأزهر اللي بيعد المرجع السني للعالم، بالإضافة إلى إسهام واجتهاد العلماء المصريين في علوم الفقه والتفسير والترجمة. ونجحت مصر في وضع لمساتها وبصماتها الخاصة، حتى إن الكل يشهد إن مصر بات لها نكهة خاصة في الاحتفالات الدينية اللي بتخلي آلاف البشر يجولها من مختلف أنحاء العالم مخصوص علشان يعيشوا أجواء هذه المناسبات. ده غير محبة المصريين الخاصة لآل البيت. تضارب الآراء حول الهوية الحقيقية لمصر. الصراع في الأمر ده ما كانش مجرد صراع ثقافي، لكن امتد لتحديات دستورية وقانونية، علشان نلاقي نفسنا أمام صراع مفتوح بين اللي بينسب لمصر هوية دينية أو عرقية أو حضارية أو ثقافية أو تاريخية، وفقا لدراسة أجراها جانجوفسكي وجيرشوني من خلال كتابهم هوية مصر بين العرب والإسلام. أرجعوا بداية الصراع على الهوية المصرية في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، ولكنهم شافوا أن هذا الصراع غير متكافئ ونظرياته غير ناضجة، مرجحين أن من ابتدأ بفكر الهوية المصرية كان رفاعة الطهطاوي. وفي العصر الحديث بدأت صحوة جديدة بتبحث عن الهوية اللي بتساعدها على الانطلاق والتقدم إلى الأمام. فكان مصطفى كامل هو أول زعيم وطني شعبي يطالب بالاستقلال، وبالرغم من أنه تلقى تعليما فرنسيا حديثا في كلية الحقوق الفرنسية، وبعد أن أصبح عقله مرتبا بالمنطق وجد معظم الشارع المصري عايش في الجهل والأمية، وإن القليل منهم هو اللي تلقى تعليما أزهري تقليديا، وده اللي خلى تفكيرهم إسلامي فقط، وده اللي خلاه يقع في إشكالية كبرى لما أنشأ الحزب الوطني، علشان يلاقي إن محاربة الإنجليز بتحتاج مساندة خارجية. فعلا ولاؤه للدولة العثمانية وللخليفة الإسلامي
وجد إن خير وقود يلهب مشاعر الجماهير هو الدين. ودي كانت بداية الحزب الوطني القديم اللي كانت قياداته من العلمانيين، لكن الأفكار اللي بينادي بيها كانت أفكار إسلامية ذات ولاء لتركيا. وتتابع الصراع بعد كده مع بدء حركة عرابي، واستمر حتى الحرب العالمية الأولى 1914. فتردد الكثير من الأسئلة عن هوية مصر، هل هي مصرية أم عثمانية؟ وبعد الاحتلال البريطاني ظهرت موجات دينية متعالية بتطرح أسئلة تانية من نوع هل مصر قبطية أم إسلامية، خصوصا في الفترة ما بين 1905 ل 1914، لغاية لما تصاعدت الحركة القومية بقيادة سعد زغلول اللي انطلق بجدية شديدة مطالبا بالاستقلال، وبقى حواليه كل السياسيين المصريين في مختلف الاتجاهات. وده اللي خلى نيران الصراع بتهدى لتستقر على إن مصر للمصريين ومفيش فرق بين دين وعرق، فطالما أنت تعيش على أرض مصر وتحبها وتخلص لها إذا أنت مصري لا غير. وهو ده الأمر اللي لقى موافقة الأمة بمسلميها ومسيحييها على إلقاء الهوية الدينية جانبا، والتمسك بالهوية المصرية اللي اتحققت لأول مرة في مصر بعد قرون طويلة تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. الهوية المصرية اللي رفض سعد زغلول بوضوح أنه يدخلها في هوية عربية أو إفريقية، إنما أصر أن تكون مصرية، حققت نجاح ضخم في توحيد الأمة وفي إدخال التعليم الحديث مع تطوير جهاز الدولة وتطور كبير في الثقافة المصرية، وبدأ الشعب يتمتع بحرية لم يعهدها من قبل لعدة قرون. ولكن بعد فترة بدت مناقشات جديدة حول الهوية المصرية، خاصة بعد ظهور جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، وبدأت الهوية الإسلامية تطل من جديد وتظهر في شعب الإخوان اللي بيقتنع أن جنسية المسلم هي دينه، واللي تلاها كرد فعل ظهور الهوية القبطية. وفي الوقت ده ظهر تيار من المثقفين قاده طه حسين مطالبا بالاحتفاظ بالهوية المصرية مع اندماجها تحت لواء الثقافة البحر متوسطية، اللي حاول أنه يشرح ارتباط مصر طويلا في العهود الرومانية واليونانية المختلفة. ثم جاء عام 1952 وقام الضباط الأحرار بثورة 23 يوليو، وفي الخمسينيات من القرن العشرين بدأت تظهر الهوية العربية بدفع من القيادة الناصرية وإبراز الوجه العروبي للهوية المصرية اللي كان ليها رونق وتأثير على كافة شعوب المنطقة. احنا متفقين ان الوصول للهوية المصرية أمر معقد جدا. يعني مثلا لو مسكنا جزء اللغة، فنحن نتحدث لكنة مصرية خالصة بتمثل رد فعل لدمج التراثين العربي والمصري، واللي أنتجت تراكيب ومفردات متنوعة، لا هي مصرية قبطية ولا هي عربية فصيحة، هي مصرية فقط. ولو ركزنا على جغرافية مصر اللي بتقع في إفريقيا وبتطل على البحر المتوسط، هنجد إن من المستحيل إننا ننسبها إلى أي منطقة بعينها، فهي دولة خلقت لتكون مركزا حرا غير تابع لأي قسم، ولكن الأكيد إنها كانت وستظل قلب الأمة العربية، متشابهة مع كثير من شعوب البحر المتوسط وبتعتز بامتدادها الإفريقي الثري. وفي النهاية تمزقت مصر بين هوية مصرية قديمة وإسلامية وقبطية وعربية وبحر متوسطية، ونسى الجميع أن هويتنا الأصلية مصرية. وعلشان كده فشل وسقط كل من حاول اختصار هوية مصر في إنها فرعونية فقط أو إسلامية فقط أو عربية فقط. فهوية مصر هي أنها مصر، والتي كونت أقدم دولة في تاريخ البشرية، علمتهم احترام الطرف الآخر والتعايش معه وتقبله. وعلى الرغم من المحاولات الكتير اللي استهدفت الهوية المصرية وحاولت تغييرها عكس سياق التاريخ ليها، فإن الهوية المصرية صمدت أمام كل هذه المحاولات، ولن تجد أي مصري لا يوجد بداخله انتماء ولو بدرجة
قليلة للحضارة المصرية القديمة والافتخار بيها وسط باقي الشعوب، متأثرا برضو بالحقبة اليونانية والرومانية، وإنه له انتماء عربي وإفريقي ومتعايش مع الإسلام والمسيحية في وطن واحد، إنها مصر فقط.